السلام ومرحبا بكم الناس الكل. كالعادة فيديو جديد، المرة هذيا موضوع دراجر وصفقة انتقاله للغريم الأزلي الترجي الرياضي التونسي، والموضوع الثاني ملفات الفساد في كرة القدم التونسية. نبداو بصفقة دراجر خويا، اللي جمهور الأفريقي متغشش برشا اللي الصفقة ذي ضاعت، وأنا واحد من الناس منيش من الناس المتغشين على ضياع صفقة دراجر. علاش؟ خاطر أولا ملاعب يراجع من إصابة قديمة، فهمتني، مع التيرانات التيرانات والبنية التحتية اللي عندنا احنا ما نظنوش باش ينجح في النادي الافريقي. احنا حاجتنا بجوائر من النهار الاول يقدم الاضافة، يعني ما عندناش وقت باش نصبر عليه ونستناه وثماش ما ينجح. السيد عمره 29 سنة، ماهوش صغير يعني. بالنسبة لي أنا أعتبرها أكبر صفقة فاشلة لو جبناه السيد هذا. الحمد لله يا ربي، يعني تلفقت للجار خويا. هذه واحد. وبالنسبة للموضوع ضياع صفقة دراجر زيت، راهو كي تبدا جمعية عندها 4 جوارات في البوست هذيك، المزياني درا اسمه المزياني، بن علي بوشنيبة كايتا، عندها 4 جوارات في البوست هذيك، وتزيد تعمل صفقة وتجيب لك جوار آخر انتداب آخر في البوست هذيك، هذه تعتبر شبهة فساد مالي. ونورمالمون عملية تبييض أموال يا سلطة الإشراف. ثم برشا دوسيات لازم تحل في كرة القدم التونسية، وهذا دوسي من الدوسيات. وهذا يا خويا أنا من موقعي هذا نداء لسلطة الإشراف باش تحل دوسيات الجمعيات الكل خويا، الجمعيات الكل بدون استثناء، خاطر برشا خفايا وبرشا ملفات فساد. وإن شاء الله خويا صوتي يوصل، إن شاء الله صوتي يوصل. وبالنسبة للانتدابات إن شاء الله في قادم الأيام نسمعوا أخبار به، إن شاء الله بارتير من غدوة الحية إن شاء الله نسمعوا أخبار به إن شاء الله. السلام عليكم.